النهاردة جايين فيديو جديد لعبة اشتري لهم وانتي مش عارفين ليه انا واقف ورا الشخصيات القوية ليه؟ عشان النهاردة تحدي الشخصيات القوية. النهاردة تحدي الشخصيات القوية بس من جيش رأس التلفاز ورأس الحمامات ضد اشتبري دمار. عشان كده لو وصلوا الفيديو دوت 200,000 لايك ويلا بينا ونبدأ الحرب اللي مش معقولة. يلا ناخد دوت تحت معلش عشان دوت منجيبش احط تاني. تعالى يا ابني عشان ممكن هما يطلعوا فوق ينزلونا تحت، انا مش عايز كده. ناخد لنا واحد كمان. كل الشخصيات القوية هنجيبها النهاردة في الفيديو، كل الشخصيات القوية بس ليس الضعيف مش هنجيبها. اشتري دم العادي انسوا الكلام ده تنسوه، مش هنجيبه خالص. طبعا مش هنجيبه خالص. ليه؟ عشان هو هيزعل، شكله كده هيزعل اصلا ويقول له ابو ماما انا مش ناقص، هما يطحنونا يخلينا بطاطس. ان انا اصلا دي حلقة النهاردة شخصية الاقوياء اهم التلاتة. يا لهوي انا نزلت يا عم. يا عم بقولنا مشوار، خد لك كار احسن، خد التسلا، هات لي تسلا احسن. يا تسلا استني، انا بطير ده ازاي؟ حقوني انا بس بطير دايت. ما تسيب العم العربية حتى. يا عم ما تسيب العربية بقى يا عم روح. شكل الزرار علق هنا، الزرار علق. العربية دي مجنونة ازاي بتطير في السما؟ دي لعبت. لا لا خططت خلفت من ورا. بعد اذنك انا اخدك بس عشان انت من الشخصيات القوية. تقعد كده عندك تسلا بس. انا فين الجيش صحيح؟ انا ضغط. يلا 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 كل ما بجمع جيش. يلا يا عم وانا هنزل تاني، انا اطلع. هاتلي يلا اشتري دم زي ده. حلو دوت. اهو كنت بجيبهم من فوق غصب عني. انا جايبك مشوار. طبعا الجيش دوت اصلا صعب وتجيب. انا مش عارف الطيارة دي بتطير ليه، نفسي اجيبها من هناك بس هي قاعدة تطير كده في السما ليه مش عارف. الجيش نفسه اصلا. خلاص فضلنا الاثنين اهو، هنخلص الجيش اخيرا. شوفك ده الجيش، هو ده الجيش بتاعهم. طبعا احنا هنجيش راس التلفاز بدل ما انا مش عايز العب الطير بصراحة يعني. بص وقفتها. انزل يا عم الحاج، انزل يا عم البحر. اوعى يا عربية هتلزق فينا، هنزل اوعى كده. عربية وحشة.
صح ولا مش صح يا اشتبري ضمات؟ احلى مسا عليكم. طبعا انا بص لك اشتراك، انا مش عارف بقالي ساعة بنزل فيهم، والله بقالي ساعة، سامحوني بس سامحوني. انا لسه بدأتش الحرب بقالي 3 دقايق. خلاص قربت، خلاص ابدأها. هو دوت الراجل دوت، بس كده جبته. بس خليه ورا. طبعا نقدم شخصيات رأس التلفاز، تي في مان، وكل الشخصيات القوية ليس الضعيفة. كل الشخصيات قوية جدا، دولكم منه كتير طبعا. ان هو الوحيد اللي هيجي، مش الوحيد قوي يعني. في ناس تانية هتيجي برضه. انتوا فاكرين ايه اللي هو بيضة يعني؟ يلا بقى، عندنا حد محوش احطله الشخصيات كلها. يلا جاهزين، 3 2 1 جو. تعالى هنا، تعالى يا نكمل اللي هخلص على الحمامات. يلا اخلص عليهم. يعني دول ما موتهوش، وده الوحيد اللي مات. قولي يا عم انت جاي منين؟ جاي من الشوارع؟ قولي. الحاجة اللي انا بقدر اشيل الجناح بتاعه. ماشي. انا مش عارف العربية دي بتطير ليه في السما، ما اعرفش بصراحة يعني. المحاربة التانية نجيب فيها الناس ديت بقوة الحياة. الحقوني 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 الحقوني، بربوني. اتضربت في الشوال في الاخر، فضلت اهرب على الضرب على دماغي، بقيت محمد متحرق. كل الشخصيات القوية انزلها دلوقتي. 22 23 مش بيهمنا يا عم. جيش حبي بقى هيجي ويقدم نفسه للقوة الجبارة. يقدم نفسه للقوة الجبارة. واشتبري دمدم. كل الزعماء بس هم اللي هيجوا، الزعماء بقى أقوياء. دي كل الشخصيات الجديدة كلهم. طب يجي شخص ساعة يحكموا فيه، هعملوا جيباك بقى. كل الشخصيات القوية اللي موجودة عندي مش تبري. طب بس هي ديت. كان في واحدة كمان بس هجيبها لكم. هو جيش يشتغل ضد بقى جيش راس التلفاز. طبعا انتوا عارفين جيش راس التلفاز ضده على طول يعني، مفيش وقف حرب. يلا اصلا نجيب كل الزعماء الاقوياء خالص. انا هجيب لكم كل الزعماء الاقوياء في الفيديو دوت. في زعماء اقوياء جدي. يعملوا لك اشتراك ويقولوا دوت 200,000 لايك لازم توصلوه. ان في حروب لا تقاوم. يعملوا لك اشتراك. جيش في العشرينات. ده جيشه قوي. كل الشخصيات القوية بس اللي هتظهر. اهي دي كل الشخصيات اللي عندي. 27
تقريبا كل الشخصيات اللي عندك قوية اهي. الا قوية. بس كفاية كده. 3 2 1 جو. يا لهوي الحرب ليس متعادلة. جو 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 جو. في شباب الحرب لسه متعادلة. مين اللي هيكسب؟ مين اللي هيكسب؟ مين اللي هيكسب؟ مين اللي هيكسب؟ مين اللي مات ومين اللي صحي؟ مين اللي قتلوا بعض؟ وايه اللي حصل بالجثث ده؟ حد هنا؟ ده كله مات يا عم. ده مش الحق ايه الجثث ده قتلوا بعض. كلهم قتلوا بعض. شوفوا يا شباب. ايه ده؟ لا هم في عايشين اهو. طلع جيش راس التلفزيون منه مش شوية بس كسبوا. برافو برافو والله. والله راجل. الحرب التانية. حرب الليزر. يا عم الليزر صلى على النبي صلى على النبي. الله صلى على النبي يا ابني صلى على النبي صلى على النبي. ما اطير انا احسن. يا عم تسيبوني موتوني احسن. مش عايزين يموتوني حتى فرصة. انا هبعد بقى. يلا حبي جو 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 احسن بقى. والحرب الثالثة وتكون اخر حرب لا معقولة في الحياة. اهي فيها كل الشخصيات من اولها لاخرها. نحط جيش حبي بس. ليه؟ عشان هو اللي هيقاوم جيش رأس التلفاز. هو الوحيد اللي هيقاومه بقوته الجبارة. إنها حبي لا تقاوم. أنا بقولك إيه؟ أنا أكسر رأس التلفاز وأخليه بطاطس. إيه ده؟ دي بتتكلمي؟ ولا خرصة؟ دي خرصة ولا بتتكلمي؟ أنا بتتكلم. شو اللي بتتكلم؟ جيش حبي بيتكلم. الله 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 الله. جيش راس التلفاز. ازاي بقى تتحملي؟ انا اعرف انا الزعيم بتاعهم بقى اهو. بحط منهم كتير. اول ما واجهوا جيش حبي الصنب اقوى من حبي بشوية. بحط منهم كتير قوتهم متجبرة. حبي قوتها 28 كده حوالي كده 27. تعديش حبي. يلا جاهزين 3 2 1 اكشن. جو جو. مين اللي هيكسب بقى؟ عشان هنقول الجثث. مين اللي كسب؟ مين اللي مات؟ مين اللي مات؟ مين اللي مات؟ رأس التلفاز. يا شباب خلصنا حلقة النهاردة. نشوفكم الفيديو الجاي وسلام.